أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. شاهد بالصور لاجين عمران تتألق بالمجوهرات الفاخرة والريش الناعم. تحرص دائما الإعلامية اللبنانية لاجين عمران على مواكبة الموضة واختيار ما يثير اهتمامها ويزيد من جمالها، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت. وبدت لاجين عمران بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض بأكمام طويلة واسعة مزين بالريش الناعم من الأطراف، مما زين وعكس جمالها. وتزين ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماظ الحر. أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والمسكرة السوداء ولون النود في الشفاه، مما عكس جمالها. لاجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، إعلامية سعودية عملت مقدمة برامج في إحدى محطات، وزع صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران. ولدت في مدينة الجبيل شرق السعودية. شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغير من والد أبنائها سمير وجيلان، ولكنها انفصلت بعد إنجابهم. وبدأت مشوارها الفني في عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في البنك السعودي الهولندي، ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في سيتي بنك في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في فتون إيدو ديتمنت كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين. عملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج الحال مع لاجين. بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج يا هلا على قناة روتانا الخليجية. شكل انتقالها لتقديم برنامج صباح الخير يا عرب على MBC 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005 ومهرجان هيجن الرئاسي في أبو ظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين. مارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة الثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية. اختيرت من قبل دار الصدى الإماراتية كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.